ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد من قناة اي ار ريفيو. يلا بينا نبدأ الفيديو. النهارده هنتكلم عن التليفون الجديد، هو الاوبو رينو 15 برو نسخة ال 5 جي، واللي هنتكلم فيها على اداء والكاميرات والتصميم وشكل الشاشة الجديد والمعالج الجديد واداؤه في لعبة ببجي واداء الكاميرا الجديدة اللي اتحطت فيه. ويلا بينا نشوف اهم التفاصيل على التليفون. اول حاجه هنبدا بيها الشاشه. الشاشه بتيجي بحجم 6.8 انش بتردد 120 هرتز من نوع سوبر اموليد فول اتش دي بلس. شاشه فوق الخرافيه بصراحه، هتديك دقه الوان ممتازه لانها من نوع سوبر اموليد زي ما قلنا. وعندك تاني حاجه في التليفون نقولها، الا هو الاطار. والاطار باقي الجيل ده من المعدن، وده شيء ممتاز على شركة أوبو إنها تحط في الفئة السعرية دي في هواتفها المتوسطة العليا إطار من المعدن، لأنه هيديك ملمس بريميوم أنت وماسكه كده، ملمس صاقع كده أنت وماسكه. وعندك ظهره من القزاز كما هو متعارف عليه في الفئة السعرية دي، ملمس ممتاز أنت وماسك التليفون، هتحس إنك ماسك خامات فلاج شيب صريح. إطار من المعدن وظهر من القزاز. وعندك ثالث حاجة هنقولها في التليفون، الكاميرات. عندك كاميرا جديدة اضافت كاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجا بكسل، وعندك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، وعندك كاميرا ثالثة بدقة 8 ميجا بكسل. عندك الكاميرا التيليفوتو دي بتديك 3.5 اوبتيكال زوم بورتريه، هتاخد منها صور بورتريه خرافية بصراحة، طلع لك صور بورتريه ممتازة جدا على فئته السعرية. والكاميرا الرئيسية بتصور فيديو بدقة 4K 30 و60 إطار في الثانية، وده هيفيد صناع المحتوى اللي عايز يبدأ قناة على اليوتيوب. هيجيب التليفون ده يبدأ بيه قناة عادي لأنه بيسمح بتصوير فيديو 4K 60 و30 إطار في الثانية زي ما قلنا. وعندك الكاميرا التليفوتو بتديك 3.5 اوبتيكال زوم برضو زي ما قلنا في الأول، وده شيء خرافي في الفيديو برضو. ممكن تصور بالعدسة التليفوتو هتديك عزل ممتاز في الفيديو. يلا بينا ننتقل للجزئية الرابعة في التليفون، ألا وهي المعالج. وده أهم جزئية ممكن تتكلم فيها في أي تليفون. المعالج ده معالج جديد بيجي من دايمنستي 8350، واللي بيحقق على انتوتو بنش مارك حوالي تقريبا، حاسب لك هنا انا، مليون 385 الف نقطة أداء تقريبا. وده شيء كويس جدا على الفئة السعرية اللي هنزل بيها في مصر والوطن العربي. هو الهاتف لسه ما توفرش بشكل رسمي من أوبو في الوطن العربي، ولكن متوقع توفره بشكل رسمي في شهر فبراير القادم لسنة 2025. وده هيبقى أول هاتف من شركة أوبو فيه ميزة حصرية في هواتف أندرويد، اللي هي الإير دروب. ممكن تسمح بنقل الصور والفيديوهات بتقنية الإير دروب. وده أول هاتف أندرويد في العالم يدعم التقنية دي، الإير دروب، من الآيفون للأندرويد أو من الأندرويد للآيفون. وده شيء ممتاز على شركة أوبو في الفئة السعرية دي، على عكس المتوقع من شركة أوبو، مش بتديك كل حاجة في الفئة السعرية. وننتقل للجزئية الخامسة في الموبايل، ألا وهي البطارية. عندك هنا البطارية بتجي بحجم 5000 ملي أمبير مع شاحن سلكي 80 واط. ولكن هنا في عيب على شركة أوبو إنها لا تقدم شحن لاسلكي مع إن الظهر ممتاز، لكن الهاتف لا يأتي بشحن لاسلكي بشكل رسمي، ما فيهوش شحن لاسلكي، ولكنه يدعم الشحن اللاسلكي زي ما قلنا 80 واط فقط. وده شيء ممتاز على فئته السعرية، لأنك عندك في هواتف فئة رائدة مش عايزين نذكر اسم الشركات زي سامسونج وأبل تديك 45 واط في الهواتف الرائده، وانت عندك فئه متوسطه عليا بتاخد 80 واط. وده شيء ممتاز على الشاحن، ممكن يشحن معاك في 45 دقيقه من 0 ل 100% في 45 دقيقه. وده كل اللي كنا عايزين نقوله في الهاتف، ولكن نسينا جزئيه مهمه جدا وهي بتستخدم في الترويج لسنه 2025. بيدعم العديد من مميزات الذكاء الاصطناعي الاي اي في الفيديو وتظبيط الصور وفي التليفون نفسه، وتلخيص اي حاجه انت ممكن عايز تلخصها، باراجراف عايز تلخصه وقابلته على مثلا تويتر اي حاجه، مثلا قابلك فيديو طويل عايز تلخصه هيلخصه لك في كلمتين او كذا سطر هيلخصه لك. وده اللي هيستخدم في الطريق لسنه 2025 زي ما قلنا. وده التليفون بشكل عام شيء ممتاز على شركة أوبو إنها تقدم لك تليفون بالمواصفات دي والسعر ده، على عكس المتوقع زي ما قلنا من شركة أوبو، هي مش بتقدم لك كل حاجة، ولكن مديها لك نقص بسيط وهو الشحن اللاسلكي. وما فيهوش شحن لاسلكي، وما فيهوش منفذ 3.5 للسماعات، ولا يدعم تركيب كارت ميموري زي الهواتف الرائدة. ما فيش تركيب كارت ميموري، ولكن الحلو فيه إنه بيبدأ ب 256 مش 128، وبيبدأ معاك النسخة البيزك البسيطة جدا من 12 جيجا رام. ودي كافيه جدا في الالعاب لان المعالج
أهم نقطة في المعالج والرامات إنها حتديك 90 فريم في ببجي، وده شيء ممتاز جدا على الفئات السعرية. أي نعم في هواتف أقل منه في الفئة السعرية بشكل ملحوظ وتديك 120 فريم، لكن هي التليفون موجه للاستخدام العام بشكل عمومي، لأنه موجه للكاميرات والألعاب والاستخدام الشاق، بيدعم مقاومة ماء اي بي 68 و69، وده شيء محترم جدا على شركة اوبو. وبيدعم تقنية ال NFC، وبيدعم جيروسكوب، وبيدعم سنسور التقارب، ولكن سوفت وير مش هاردوير. وده شيء ممتاز على شركة اوبو لانها مش بتقدم لك كل شيء في الفئة السعرية دي. وده كل اللي كنا عايزين نعرفه عن اوبو رينو 13 برو النسخة 5 جي. ولكن السعر زي ما قلنا متوقع ممكن ينزل في حدود ال $800 في الوطن العربي، ولكن هو لسه ما نزلش بشكل رسمي. متوقع ينزل في شهر فبراير لسنة 2025. وده كل اللي كنا عايزين